محمد رمضان برغم اختلافي الشديد معاه إلا إنه حصل منه مواقف في عزا والده مخليني أفتح الكاميرا وأتكلم قدامكم. ممكن تختلف معايا وممكن تتفق معايا، لكن خليني أقول لكم دايما الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ودايما هيفضل بينا الاحترام متبادل. فخليك دايما فاكر احترم تحترم. ولأول مرة هطلب منكم اللايك، ولأول مرة هطلب منكم الشير، ولو ما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة وصلي بينا كده على النبي عشان أقول كلمتين، عشان لو ما قلتهمش ضميري مش هيرتاح. انا كنت من اكتر الناس للاسف كنت دايما بنتقد محمد رمضان من زمان قوي، من 6 سنين، من وقت في المسلسل بتاعه الاسطوره. لكن محمد رمضان كان ليه مسلسل قبل وهو ابن حلال، اللي جسد فيه شخصية ابن الراجل اللي قتل بنت الفنانة ليلى غفران، اللي كلنا فهمنا ان دي قصة الفنانة وقصة بنتها اللي كان موجود معاه في البطولة الإعلامية ريهام سعيد. خليني اقول لكم، انا كنت اول ما ظهر قلت اكيد ده هيبقى نجم في المستقبل، لانه كان الدور صادق جدا وكانت تعابير وشه كلها بتقول ان انا نجم في المستقبل وان انا جاي اثبت وجودي. طب ليه كنت مختلفة معايا يا ام كريم؟ لاني كنت شايفه ان هو بيضر المجتمع وبيضر عاداتنا وتقاليدنا وبيضر اولادنا. ازاي يعني بيضر العادات والتقاليد والمجتمع واولادنا؟ ما هم اولادنا بيقلدوا بالفطره، ولادنا لما بيشوفوا حد معجبين بيه بيقوموا يقلدوه على اساس هنسقف ليهم زي ما بنسقف للمسلسل او العمل اللي بينجح. خلينا اقول لكم، ولادنا ما بيلاقوش يعني رقابه كامله من الاهل تقول لهم التصرف ده غلط او التصرف ده صح، فبالتالي لما يلاقونا معجبين بفنان او بنجم هيقلدوه علشان الناس كلها تقول لهم برافو. الكلام ده موجود من زمان جدا، من ايام ما كنا في اعدادي وثانوي، طول عمرنا بنقلد نجومنا المفضلين في السينما. محمد رمضان عنده ناس كتير جدا وجمهور كبير جدا بيحبه، شئتم ام ابيتم بينجحوا بفضل من رب العالمين، بينجح بفضل من رب العالمين ثم الجمهور. خلينا اقول لكم، جمهوره ما بيتعدش لانهم بيحبوه بجد، بيحبوه. ليه كانوا بيحبوه؟ ليه كانوا بيحبوا اعماله؟ ليه الناس كلها بتسقف له برغم غلطاته الكتير وبرغم افعاله اللي الناس بتتضايق منها، واخرها كانت افعاله اللي كان بيقدمها ايام الحرب على فلسطين. وانا قلت الحرب على فلسطين وربنا يستر بعد الجمله دي. ربنا معاهم وينصرهم يا رب، هم واخواتنا في فلسطين وكل المستضعفين يا رب على وجه الكره الارضيه، وما يبقى حد قوي عليهم، وربنا زي ما بيختبر صبرهم ينجيهم باذن الله تعالى، اللهم امين. محمد رمضان اثبت قد ايه ان والده مربيه، اثبت قد ايه ان الراجل اللي اتقال عنه حافظ القران قدر يطلع شخص سوي، شخص مكافح، شخص فعلا بيقدم شيء كويس من اخلاقيات في حياته العامه على ارض الواقع مش المواقع. خليني اقول لك، محمد رمضان اثبت ده حرفيا وفعليا وقت حزنه على وفاه والده، وده كان يوم 7 نوفمبر، رحمه الله تعالى على والده ويسكنه فسيح جناته. خليني اقول لك، محمد رمضان اثبت قد ايه ان هو انسان متواضع، قد ايه انه انسان حزين على والده، حتى بكائه كان صادق على والده برغم كل الحزن اللي فيه، الا انه ما منعش حد انه يعزيه ولا قفله عليه ولا قالوا لا ما يسلمش عليا ده او يتكبر على ده او مكانتي ما تسمحليش ان انا اسلم على ده. راضى الجميع في عز شدته ومرضه. طب علاقته بوالده ايه؟ علاقته بوالده كانت قويه جدا، علاقه ابن باب، روح حياه، تعلق شديد جدا. اب فعلا زرع في ابنه يعني ايه يحبه. ابوه ده كان ساحر له ولا ايه زي ما الناس ممكن تقول؟ لا، ده ابوه رباه على انه يبقى من جوه عنده سلام نفسي، ما يبقاش في عنده حقد وغل. عشان كده ربنا كرمه برضا باباه عليه، وعشان كده ربنا كرمه برضا نفسه وروحه الداخليه. خليني اقول لك، محمد رمضان برغم اختلافنا الكبير معاه الا انه اثبت قد ايه انه انسان متواضع، فعلا يستحق ان انا اقول سيرته الذاتيه. سيرته الذاتيه اللي كان مفروض اقولها من زمان بس ما كنتش شايفاها عظيمه الا وقت الشده لما شفته وقت وفاه والده. الف رحمه ونور تنزل على والده، يا رب يا رب يجعل مأواه الجنه، ويجعل كل موتانا وموتى المسلمين وكل موتى العالمين ان شاء الله باذن الله تعالى في فسيح جنات رب العالمين. محمد رمضان محمود حجازي، وده كان اسمه بالكامل، واتولد يوم 23 مايو عام 1988. خليني اقول لكم ان هو اصلا من محافظه قنا مصر، لكنه اتربى في حي الهرم بمحافظه الجيزه. وهنا بذكر الحته دي عشان في ناس كتير جدا فاكرين انه عشان باباه بشرته سوداء ان هو سوداني. لا، هو اصلا من جنة، من مصر، وهو متاكد اكتر من مره ان هو من مصر، لكن اتربى في حي اسمه حي الهرم بمحافظه الجيزه. والجنسيه
ذكرها تاني وقال ان هو مصري مسلم. وطبعا كان اتخرج من معهد العالي للفنون المسرحيه، يعني هو دارس فن وعارف يعني بيقدم ايه. يعني مشواره الفني بدأ التمثيل من وهو صغير في مسرح المدرسه، يعني زي الحفلات اللي بنشوفها والحاجات والمسرحيات اللي كانوا بيقدموها ايام المدرسه. وبعدها شارك في مسلسل السندريلا عام 2006. الصراحه شكله كان دور صغير، انا مش فاكراه. ومسلسلات عملها زي ابن حلال، ده المسلسل اللي كنت ذكرت لكم اياه، اللي هو طبعا بدايه النجاح بتاعه، وكانت تعابير وشه كلها بتقول انا الفنان القادم، انا اللي جاي انتظروني. وفعلا جه وما شاء الله عليه، وربنا يهديه ويصلح حاله. والصغير لما يكبر بيعقل، ونتمنى من الله انه يكون عقل وعارف يعني ايه مصر، ويعني ايه صورتك قدام العالم، ويعني ايه انت واجهه ومؤثر في المجتمع، وتقدر ان انت تنشر حاجات مفيده تفيدنا وتفيد ولادك في المستقبل. النهارده بيشوفوك ولادنا، بكره ولادك يكبروا ويشوفوك ويقتدوا بيك. اكيد انت بتعلمهم الصح من الغلط في البيت، ويا رب ربنا يصلح حالهم. خليني اقول لكم المسلسلات كانت زي ابن حلال والاسطوره ونسر الصعيد وزلزال وجعفر العمده، وده مسلسل عجب ناس كتير جدا ومش هذكركم ليه عشان احنا الستات مفروسين منه. اما الافلام كان زي عبد موته والالماني وقلب الاسد وشد اجزاء والديزل، ودول كلهم كانوا افلام ومسلسلات ناجحه والناس حبوها وما زالوا بيعيدوا بيرددوا فيها، وفي منهم بيشغلوها لحد دلوقتي زي جوزي وابني. اللقب طبعا الناس لقبوه باسم الاسطوره، لانه بعد مسلسل الاسطوره زي ما قلت لكم كان عاجب الناس كلها، الا انه بالفعل لقى يعني حب كبير جدا من الناس، وبالذات شهد برضو معاه ما ننساش. وكمان نمبر 1، وهو اول ما تقول نمبر 1 عارفين ان هو محمد رمضان. لو عملت كده وقت ما تزعل مع محمد رمضان الجمهور كله يقلب عليك. متجوز من نسرين السيد عبد الفتاح وعنده 3 أولاد، والجوائز اللي حصل عليها حصل على أكتر من جائزة تمثيل عن أدواره القوية، خصوصا ابن حلال والأسطورة. وأنا قلت لكم من أول الفيديو إن ابن حلال ده أكتر مسلسل معلم معايا فيه، خصوصا إنه عمل شخصية حقيقية وهو شخصية القاتل. طبعا أنا معرفش أنتوا أكتر عمل عملتوه لمحمد رمضان إيه، إلا إنه أنا جاية أقول لكم إنه محمد رمضان إنسان من جوه نضيف وإنسان كويس. هو كل اللي محتاجه كان بس شويه وعي لتصرفاته. ممكن يكون ما بيحسبش التصرف، مش كل الناس تقدر تحسب التصرف، بس باباه زرع فيه اهم نقطتين احنا مفتقدينهم: السلام النفسي والتواضع، ودي حاجات ربنا يحبها. والبني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين، فيعني البني ادم لما يغلط مش هيخسر حاجه لو يعني رجع لربنا في ثانيه باستغفار او حاجه. وعقد ما انت عندك سيئات ممكن حسناتك يذهبوها، وممكن السيئات تذهبنا الحسنات. فيعني مهما عملت من ذنوب استغفر وتوب لرب العالمين وربنا يرجعك ليه. ذنوبك مش كبيره وربنا يصلح حالك. ودايما هو بينال انتقاد الجميع، لكن هو لو ما كانش نجم ساطع ما كانش حد انتقده. هل انت مع محمد رمضان بعد الحركه دي؟ لا، هو انا مع محمد رمضان انه اثبت لي قد ايه هو انسان، فبقيت معاه قلبا وقالبا مش بس معاه. السلام عليكم.